هو احنا طول عمرنا بنفطر غلط؟ يعني معقولة يطلع التوم والليمون والبصل هما اللي تعمل لنا قولون، والنوتيلا والحلويات من الطيبات؟ الكلام ده قلب السوشيال ميديا، والناس انقسمت نصين. نص لقى راحته مع دكتور ضياء العوضي، ونص دكاترة التغذية ماسكين له السكاكين. تعالوا نفهم الحكاية في دقيقة. دكتور ضياء فكرته ببساطة ان في اكلات بنسميها صحية، بس هي في الحقيقة بتعمل التهابات في الامعاء. فهو بيقول لك ارحم امعائك من الالياف الكتير والبقوليات وكل اللي يريحك. العلم بيقول ان كل جسم حالة خاصة. في ناس فعلا الالياف بتتعبها، وفي ناس تانية لو منعت الفاكهة والخضار المناعة عندها هتقع. السر اننا نسمع لجسمنا بس تحت اشراف طبي حقيقي، لان مش كل اللي ينفع لغيرك بالضرورة ينفع لصحتك. في الاخر نظام الطيبات مريح لبعض الناس كفترة راحة للامعاء، لكن هل ينفع يبقى اسلوب حياة للابد؟ ده اللي العلم بيحاول يثبته. انتوا بقى مع مدرسة الليمون والجرجير ولا مع مدرسة النوتيلا والسمك؟ قولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش صحتكم في وعيكم. كان معاكم دكتور نور الجبالي في قناة الإعجاز في الإنجاز.